مندي اللحم من الأكلات اللي تبان إن هي صعبة ومعقدة، ولكن هي في الحقيقة وصفة سهلة جدا ومقاديرها موجودة في كل بيت. هعرفكم النهاردة ازاي تعملوه بأبسط طريقة مع الرز المندي، وزي ما انتم شايفين كده الرز مفلفل ولونه حلو قوي واللحمة كمان مستوية. مبدئيا اللحمة المستخدمة هتكون لحمة موزة، ممكن تكون ضاني أو ممكن تكون كمان بتلو. هنعمل لها كده فتحات في الأول عشان نضمن إن التتبيلة هتوصل للحم من جوه. نشفتها كويس من الناحيتين علشان التتبيلة تثبت عليها. التتبيلة هتكون كلها باودر، هتكون عبارة عن ملح وفلفل اسود، بصل باودر وتوم باودر، وشوية قليلين من الكمون، وشوية قليلين كمان من القرفة، وحبهان باودر، وورق لورا باودر، وبابريكا، وشوية من الكاري، وشوية من الكركم. هخلطهم كويس مع بعض وابدأ ان انا اتبل بيها اللحمة من كل النواحي، وادخل كمان في الفتحات اللي احنا عملناها. ونبدأ كده ان احنا نمسج اللحمة كويس جدا، ونضمن دخول التوابل في كل ناحية. الافضل ان احنا نعملها قبلها بليله ونسيبها في التلاجة، لكن لو مفيش وقت اشتغلوا فيها على طول، بس على الاقل خلوها ساعه قبل ما تحطوها في الفرن. هنجيب صينيه ونحط فيه الرز البسمتي المغسول، وهنضيف عليه ملح وفلفل اسود وحبهان باودر ولورق باودر وحبه من القرنفل وعود قرفه خشب، وهنقلبهم مع بعض. وهنضيف الميه بالظبط زي ما بنعملها بالطريقه العاديه خالص. وضفت في اخر خطوه شويه من الكركم، وهغطيها بورق فويل واتاكد ان هي مقفوله كويس جدا. هنعمل فتحات بالشوكة أو بخلة الأسنان، وهنضيف عليها اللحمة، وضفت معاها بطاطس ودي اختياري، وهقفلها كويس بالفويل. وهتدخل فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 200 لمدة ساعة ونص. هعمل سلطة الدقوس أو الدقوس، طماطم وفلفل سبايسي وعليهم شوية من البقدونس وهضربهم في الكبة، وبعد كده حطيت عليها عصير ليمون وملح وفلفل أسود وكمون، وهقلبهم وأضيف شوية قليلين خالص من المية عشان يكون القوام بالشكل ده. بعد ساعة ونص هبدأ ان انا افتح الفرن وهطلع الرز، هيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ريحته ولونه حلو جدا ومفلفل كده زي ما انتوا شايفين، وكمان اللحمة كانت خلاص استوت وهتتقدم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم، متأكدة ان هي هتعجبكم، وبالهنا والشفا.